السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال أولى إعدادي. النهاردة هنحل امتحانات مراجعة نهائية على الجغرافيا كاملة اللي هي الوحدة الأولى والتانية وكمان التالتة. يا ريت بس محتاجة منكم لايك، ولو لسه جديد في القناة اشترك معانا عشان يوصلك إشعار بالفيديوهات الجديدة. ونبدأ أول سؤال، الخريطة. نقول رقم 1 هنا معانا، رقم 1 قارة أستراليا. 2 بحر مغلق، بحر قزوين. دائرة عرض رئيسية، احنا قلنا فوق الجزر بتاعة اندونيسيا اللي هي بتعدي في نصف الكرة الشمالي، يبقى مدار السرطان. الناس اللي فاكرة كلمة دائرة عرض يبقى دائرة الاستواء او الدائرة القطبية الشمالية او الجنوبية، لا، دائرة بتطلق برضو على مدار السرطان ومدار الجدي. طيب رقم 4 معانا هنا المحيط الهادي. صوب ما تحته خط. مجرتنا من النوع طبعا الحلزوني. البيضاوي ده المدار اللي بتدور فيه الكواكب. يطلق على كوكب الزهرة الكوكب المائي، لا، المائي ده كوكب الأرض. توجد جبال البحر الأحمر في أوروبا، دي موجودة في قارة أفريقيا. تكونت جزر هاواي نتيجة الزلازل، لا، دي نتيجة البراكين. ما النتائج المترتبة على احتكاك الشهب بالغلاف الجوي أدى ذلك إلى احتراقها كليا، وتبدو على هيئة سهام ضوئية نراها تجري في السماء. ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس من الغرب للشرق مرة كل 24 ساعة؟ هنقول أدى إلى 1 تعاقب الليل والنهار، 2 الشروق والغروب، 3 انحراف الأجسام الساقطة على سطح الأرض عن الخط العمودي، 4 انحراف الرياح. 3 تعامد الشمس على مدار السرطان يوم 21 يونيو. طبعا احنا كده سرطان يبقى فيه في نصف الكرة الشمالي فصل الصيف، يبقى ترتب على ذلك حلول فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وحلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. أنصاف دوائر وهمية تبدأ من القطب الشمالي تنتهي عند الجنوبي، دي خطوط الطول. المسار الذي يدور فيه الكواكب حول الشمس ويأخذ الشكل البيضاوي هو مدار الكوكب، وركزوا عليها. أرض مستوية أو شبه مستوية لا يرتفع مستواها عن 500 متر، دي تعريف سهول. دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية عددها 180، دي دوائر العرض. يبقى نركز إن خطوط الطول أنصاف دوائر بتبقى نص دايرة، أما دوائر العرض بتبقى دوائر كاملة. دلل على صحة العبارة التالية: توزيع اليابس والماء غير متعادل في نصفي الكرة الأرضية. رقم 1 هنقول حيث معظم اليابس يقع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ومعظم الماء يقع في النصف الجنوبي. وبنكمل نقول النقطة التانية: مساحة اليابس في نصف الكرة الأرضية الشرقي أكبر منه في نصف الكرة الأرضية الغربي. هما السطرين دول بس، ده والسطر اللي فوق. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يمر مدار السرطان بقارة ايه؟ طبعا أوروبا ما بيعديش في أوروبا، ولا بيعدي في استراليا، ولا أمريكا الجنوبية، بيعدي معانا في آسيا. تتساقط أوراق الأشجار، طبعا ده فصل الخريف. تنشأ السدم بسبب انفجار النجوم. تكونت كثبان رملية، يبقى مناطق صحراوية، يبقى رياح، يبقى التعرية الهوائية. الامتحان رقم 2 ده صفحة 18 في كتاب الامتحانات. أمامك خريطة، اكتب مدلول الأرقام. رقم 1 معانا هنا قارة آسيا، رقم 2 دي في أوروبا، يبقى جبال الألب. رقم 3 بحر، هنا البحر خارجي، يبقى بحر الصين. 4 المحيط، هنا تحت آسيا تحت دولة الهند، يبقى المحيط الهندي. 5 دائرة عرض، طبعا قلنا بتعدي على الجزر اهي، يبقى دائرة. بما تفسر الأرض غير كاملة الاستدارة، لأن أبعاد الأرض عن مركزها غير متساوية، فالقطر الاستوائي أطول من القطر القطبي. 2 تسمية كوكب الزهرة بهذا الاسم، لأنه يقارب كوكب الأرض في القطر والحجم والكتلة. تفسر حدوث ظاهرة الشروق والغروب بسبب دوران الأرض حول نفسها من الغرب للشرق مرة كل 24 ساعة.
تستمد الأقمار ضوءها طبعا من الشمس، زي القمر كده بيجيب من الشمس اللي هي النجوم. يحل في 21 ديسمبر، ده الشتاء بتاعنا اللي لسه هيبدأ ده، بس احنا في الشمال، بس في الجنوب بقى يبقى العكس، يبقى هم عندهم الصيف. يمر ايه بقارة آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، يبقى في نصف الكرة الشمالي، يبقى مدار السرطان. العوامل الخارجية اللي بتشكل سطح الأرض في المناطق الصحراوية لسه قايلاها هناك، اللي هي التعرية الهوائية اللي هي الرياح. مع التصويب، يا ريت ما ننساش التصويب لو طالبوا يا شباب. أكبر كواكب المجموعة الشمسية هو كوكب عطارد، غلط، لأن أكبر كوكب معانا هو المشتري، أو هنقول أصغر كوكب ونسيب عطارد، أكبر دي نخليها أصغر. تؤثر التضاريس على المناخ والنشاط البشري، صح. مر تكوين اليابس والماء بعدة مراحل حتى وصل للشكل الحالي، صح. يشكل الماء مساحة أكبر من مساحة اليابس على سطح الأرض، صح. الأشعة المائلة أشد حرارة من الأشعة العمودية، غلط، هنشيل كلمة أشد ونعملها أقل. خطوط الطول ودوائر العرض من حيث المفهوم والأهمية. أول حاجة هنشوف خطوط الطول، بنقول أنصاف دوائر وهمية تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. تحديد الموقع على سطح الأرض شرقا وغربا، وتحديد الزمن وفروق التوقيت بين الأماكن على سطح الأرض، دي أهمية خطوط الطول. أما تعريف دوائر العرض، هنقول دوائر وهمية أفقية ومتوازية غير متساوية تحيط بالكرة الأرضية. أما أهمية دوائر العرض، تحديد مكان الإنسان على سطح الأرض شمالا وجنوبا. 2. تستخدم في تقسيم الأرض إلى مناطق حرارية. 3. تشترك مع خطوط الطول في تحديد مواقع المدن والبلدان.